كوريا الجنوبية مشات أمريكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يانس بن شاوش، علي معمر، فؤاد الزهواني، باعوف، بختي، خليفي، البيار، سعد الحداد، عثمان معمة، ياسر الزبيري، يانس جاسين، البحراوي، تاجوار، الصادق وغيرهم الكثير من ساهم في هذا الإنجاز، وكذلك محمد وهبي ومن معه في الطاقم التقني والطاقم الإداري. شكرا لكم جميعا وتحياتنا لكم ودعمنا الكبير والدعم الكبير من الجماهير المغربية لكم. شكرا من جديد. المنتخب المغربي يستمر في التألق ويتفوق على كوريا الجنوبية ويتأهل إلى دور الربع للقاء الولايات المتحدة الأمريكية. كنهنئوا هاد اللاعبين، وهذا دليل على أن هذا العمل الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعلى رأسها السيد فوزي القجع، أن هذا العمل في الطريق الصحيح. الحمد لله، من بعد ما عصبنا واحد شوية وقلقنا والد الركراكي، حنا تفرجنا في الماتش الاخر ورجعت لنا الثقة ديالنا بهاد الأجيال الصاعدة. والد الركراكي لقد انتظرنا كثيرا من أجل لحظة تاريخية حان وقتها في المغرب. ما تجيش يا والد الركراكي وتحشم بينا وتقول لينا أتحمل المسؤولية وأقدم استقالتي. ما كافياش أتحمل المسؤولية وأقدم استقالتي وحنا نبقاو شادين تاني في ريوسنا ويدخلنا الشك في هذا اللقب هذا. كلامنا معاك في الفيديو القادم. الآن نحن نحتفل مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، الشبان الجنيور، باش ما سميتيهم أشبال الأطلس، ولكن هادو راه أسود، هادو سبوعة، هادو سبوعة اللي جا قدامهم كيصيفطوه. حنا دابا بغينا نتكلمو مع الفيفا، بغينا نعرفو هاد التصنيف ديال المنتخبات. المجموعة الأولى ولا واحد باقي في دور الربع، المجموعة الثانية ولا منتخب باقي في دور الربع، المجموعة الثالثة 3 منتخبات، المغرب والمكسيك وإسبانيا، المجموعة الرابعة الأرجنتين، المجموعة الخامسة منتخبين، المجموعة السادسة منتخبين. إذا هذا التصنيف اللي كتعتمدوا فيه على النتائج ديال الفئة ديال أقل من 20 سنة غير صحيح، لأن الفئة أقل من 20 سنة اللي لعبت في السنة في الكأس الماضية ما ماشي هي هادي، مشات هادي. والتصنيف اللي كنقترحو وكنظنوا أنه يكون أحسن هو التصنيف ديال المنتخب الأول، لأن ما دمتي شفتي مثلا المنتخب المغربي في المرتبة 11 فأكيد أنه هو عنده يعني لاعبين في الفئات الصغرى، يعني لاعبين ممتازين. مثلا إسبانيا، المغرب وصيف بطل كأس إفريقيا، إسبانيا بطل أوروبا، البرازيل بطل أمريكا الجنوبية، والمكسيك وصيف بطل الكونكاكاف. كيفاش تجمعهم كاملين في مجموعة واحدة وتحط في المجموعة الأولى الشيلي بحكم أنه منظم ما نتكلموش عليه، تجيب معاه نيوزيلندا وتجيب معاه مصر واليابان. مصر عندها تاريخ لكن ما كانتش بارزة، وحاليا الترتيب ديال المنتخب ديالهم شوية. اليابان متوسطة. إذا هذا الترتيب هذا غير منطقي، وكنتمناو أن يوقع فيه شي تغيير أو تعديل، لأن المسألة ما يمكنش تجمع منتخبات. حتى في الوصول إلى ربع النهائي شفنا مثلا فرنسا لا تستحق والنرويج، منتخبين يعني وصلوا بواحد الطريقة، الطريق ديالهم كانت سهلة. وواحد يعني غيكونوا في واحد منهم غادي يكون في نصف النهائي.
لأنهم تلاقاو بجوج. على كل حال حنا نبقاو في المنتخب ديالنا، نبقاو في محمد وهبي والتدبير ديالو للمباريات، وهذا هو ما نتمنى أن نراه في المنتخبات كاملة. محمد وهبي أنا شخصيا انتقدته كثيرا في كأس أفريقيا، ولكن الآن الحمد لله أن الأمور ديالو غادية مزيانة. علاش؟ لأن كل منتخب تعامل معاه بطريقة. المنتخب الإسباني والبرازيلي كاين واحد الاختلاف نسبي بينات هذوك الماتشات، جوج ماتشات، ولكن الماتش ديال كوريا الجنوبية مختلف تماما. إلا لاحظتوا راه مختلف تماما. هو تكلم من بعد المباراة على مباراة كوريا الجنوبية، قال بأنه كيعرف أن كوريا الجنوبية كتلعب على المرتدات، وكانت كتسنانا نضيعوا الكرة في وسط الميدان وينقضوا علينا بالمرتد، لكن حنا كنا عارفين هذا الشيء، وكان حنا ضروري علينا نسجلوا. قال لك كان ضروري نماركيو وماركينا، وهذا هو النجاح ديال هذا. يعني هذا الشيء اللي خطط ليه هو كان كيقلب على الهدف مبكر وفعلا سجل. هذا الكلام ديالو. وتكلم كذلك على المباراة القادمة، قال بأن هذه المباراة هي الأصعب، لأنه كيعرف الولايات المتحدة الأمريكية ولعب معها مباراة ودية، رغم أن اللاعبين اللي عنده أغلبهم ما كانوش. وهذا المنتخب قال بأنه من أقوى المنتخبات، وهو قال بأنني رشحته إلى ربع النهائي. وعارف كذلك عارف الحيثيات ديالو، الطريقة ديالو. نتمنوا التوفيق، لأن على حساب المحللين اللي كاينين دابا كيتحلوا هاد المباريات تاع كأس العالم لأقل من 20 سنة، كيتكلموا على هاد المباراة بأن المنتصر فيها يعني على الأقل سيصل إلى النهائي لمواجهتهم. كيرشحوا مثلا الأرجنتين ربما إسبانيا. هنا هاد المباراة مباراة فيصل، وغنتمنوا التوفيق، وقادرين السبوعة قادرين عليها إن شاء الله يحنتوا المنتخبات الكبرى. كنهنئوهم ومبروك عليهم، ومبروك على المنتخب ديالنا، ومبروك على الكرة المغربية اللي عندها دابا فائض من اللاعبين، عندها كم كبير من اللاعبين في جميع الفئات. إلا تكلمنا على هذه الفئة هذه، راه منهم عدد من اللاعبين الأندية ديالهم لم تسرحهم لأنهم رسميين في الفريق الأول، ولاعبين آخرين هم طالبوا السماح لهم بالبقاء مع أنديتهم باش يتمكنوا من ضمان الرسمية ديالهم. وهناك غيابات أخرى لأسباب أخرى، يعني غير هادو راه ماشي هما الكل في الكل. ورغم ذلك راكم شاهدتوا كيفاش هاد الموهبة المغربية اللي كنا غافلين عليها، أغلب نقطة مهمة، أغلب هاد اللاعبين ما تخرجوا من أكاديمية محمد السادس اللي كيمشيو لاتحاد توارقة. وتكلمت في واحد الفيديو سابق بناء على معلومات أن بعض الأندية المغربية الكبرى تتمتعض من أن اللاعبين كيمشيو لاتحاد توارقة. خرجات الأكاديمية، مسؤولين من الأكاديمية تكلموا بأن هاد اللاعبين اللي كيخرجوا من أكاديمية محمد السادس وكيمشيو لاتحاد توارقة وبعض الأندية كالجيش الملكي أو الفتح الرباطي وبعض الأندية، هاد اللاعبين الأكاديمية تفرض على النادي أنه يدير معهم عقد احترافي. هاد الأندية الكبيرة اللي هي الرجاء والوداد وغيرها ما تقدرش دير لك عقد احترافي للاعب وتمشي تحطو في الاحتياط، هو يحملوا المسؤولية الأكاديمية. هذا ماشي موضوعنا الآن، موضوعنا هو بالتوفيق للمنتخب المغربي. عندنا المباريات اللي غادي تكون يوم السبت، والمباراة السبت غادي تلعب إسبانيا وكولومبيا مع التسعود، ويمكن الماتش تاع فرنسا والنرويج، او مهم على اي كاينه مباراه في التسعود، مباراه في 12 ومباراه في التسعود نهار الاحد اللي هي ديال المغرب، ومباراه مع 12 الليل. كونوا في الموعد وشجعوا
المنتخب المغربي، وهانئا لنا، ودائما إن شاء الله إلى الأمام. والفيديو القادم حول وليد مكراكي ومباراة البحرين. تابعونا، ولا بقيتوا معنا حتى الأخير دعمونا باللايك، وكنشكركم. تحياتي.